يا ترى ايه اللي غير مايكل سكوت؟ وليه التغيير ده واحد من ضمن اعظم التغييرات من وجهة نظري؟ وايه المختلف في مايكل سكوت عن النسخة البريطاني؟ مساء الخير، معاكم عبد صفوت في صفوت ريفيا. النسخة البريطانية من ذا اوفيس كان من اخراج وكتابة ريكي جريفيه، وكان المختلف فيه عن مايكل رغم ان انا ما شفتش المسلسل البريطاني، لكن كان المعروف عنه انه دايما كان كسول ومكتئب ولئيم وبضان، والعالم بالنسبة له كان متمحور حوالين الكوميديا السوداء، وكان دايما فاكر ان هو شاطر بقى في شغله، ولكن في الواقع هو ما بيفهمش حاجة في شغله. شخصية مختلفة تماما عن مايكل سكوت اللي احنا شفناها. وفي اول موسم من ذا اوفيس الامريكي مايكل سكوت اخذ تقريبا نفس السياق بالظبط، لدرجة بول فيج اللي اخرج حوالي 7 حلقات من مسلسل ذا اوفيس الامريكي كان قال في مقابله بعدين ان بعد اول موسم من ذا اوفيس كان هيتكنسل. عملوا بالظبط 6 حلقات وكانت معجزه انهم كملوه، ولولا بس كيفن رايلي المدير التنفيذي وقتها لشبكه MBC عجبه الموضوع. ليه؟ الموضوع وقتها كان متزامن مع عرض فيلم 14 Years Old Virgin من بطوله ستيف كاريل، وانه اصلا لما رجع بعد ما عمل اول موسم كان رجع شكله متغير وبتاع، فقالوا طب ما حلو يعني قشطه، طب ما نكمل بالموضوع ده، طب ما نخليه شخصيه برضه محبوبه في المسلسل. ما هو اصلا لو خليناه لئيم طول الوقت الناس هتقفل منه. ممكن فعلا شخصيه ريكي اللي في المسلسل الاصلي انها بقى لئيمه طول الوقت حاجه عاجبه البريطانيين، لكن الموضوع ده مش هيمشي هنا في امريكا. ما تفهمش بقى هل ده حقيقي فعلا بناء على حقائق شافوها، ولا هي بس بعبط عشان ما يقلدوش البريطانيين. في اسئله كتيره ومواضيع حوالين الموضوع ده في كوورا وفي ريدت، واذا كان الامريكان والبريطانيين في غيره بينهم طول الوقت، بس دي مش مشكلتنا دلوقتي. انت من نفسك لو قعدت تعيد الموسم الاول ممكن تحس ان في حاجه غلط، وممكن برضه تتصادف مع حد كان مرشح لك المسلسل مثلا ويقول لك بس ما تستعجلش في الحكم عليه وعدي بس اول موسم وبتاع ويحلو مع الوقت ومش عارف ايه. انت من نفسك لو جيت تبص على شخصيه مايكل سكوت في الموسم الاولاني وباقي المواسم هتحس ان في فرق، وده مش عشان حاجه، هو بس اول انطباع بتاخده عن الشخصيه بيحكي كتير. مايكل سكوت في اول موسم هتحس ان هو موظف مبيعات وجد دايما زاد عن اللزوم، تسريحه شعره راجعه لورا علشان تبين الصلعه، تحس ان هو فيلن. حاجات زي كده حسستهم ان هو لو فضل على الحال ده الناس مش هتاكل معاه الشخصيه دي. تحول كل ده في تاني موسم لمايكل سكوت جديد، ظاهر اكتر، بيلبس احلى، ومش بس التغييرات الظاهريه دي، حاجات في طباعه نفسها، في المواقف اللي هو بيعملها، الانطباع اللي انت بتاخده عنه اتغير. زي انطباعك في الموسم الاول في المشهد ده مثلا. Kelly, how are you? I just had the longest meeting. Oh, welcome to my convenience store. Would you like some googie googie? Oh, I have some very delicious googie googie, only 99 cents plus tax. Try my googie googie. Try my googie googie. Try my googie googie. Try my... اكيد الانطباع اللي انت خدته عنه في المشهد ده اتغير مع باقي المواسم، ودي حاجه كان بول فيج ذكرها برضه، ان اللحظات السعيده اللي مايكل بيبتسم فيها او بيحس فيها باحساس حلو هي اللي هتخليهم ما يقعوش في الغلطه بتاعت اول موسم، انه يخليه انسان اكتر وعنده مشاعر. بس كان في مشكله تانية، ان مايكل ما كانش الورلدز بيست بوس. ساعتها كانوا شايفين ان مش منطقي ان مايكل يكمل في شغله لو مش عارف يشتغل او مش عارف يدير امور شغله، علشان كده عمل في الموسم الثاني حلقه مخصوص اسمها ذا كلاين، وفي الحقيقه هتلاقي ان في المواقف كتير بيعرف يتعامل. Well, corporate's gonna go ballistic, but you think we could, Jan? وبيعرف يعمل المطلوب منه. ده بقى بياخدنا لنقطة تانية ساهمت في تغيير شخصيته، وهي باقي الشخصيات. مايكل شور وده واحد من كتاب المسلسل قال انه كان لازم يخلي باقي الشخصيات تتعامل بشكل ألطف شوية مع مايكل، كان لازم يخلوا المايكل علاقات تخليه أكبر من كونه بس طول الوقت، حتى لو كانت علاقات سامة ومن طرف واحد وحزينة، بس بتساهم في الكاركتر ديفلوبمنت. في الأول كان عنده رغبة دايمة انه يكون عنده صحاب، وكلامه عن أعياد ميلاده السيئة، رد فعله العميق على انترفيو عروسة في التلفزيون، الحاجات دي هتخليك تحس فعلا بالوحده اللي جوه مايكل رغم كل المحاولات الفاشله في انه يصلح من وحدته. وهنا بيجي دور الشخصيات التانية. فعل واحد كان قادر يغير من ده. Yay, Kevin! Woohoo! For Kevin! For sticking up the bedroom! All right, Kev. Woo! Hey, I haven't gotten one yet. Yeah. Yes, I have not gotten one either. So keep going. في لفتة بسيطة من بام غيرت الطريقة اللي بيتعامل بيها بقى الموظفين معاه، خصوصا جيم. اللطف ده خلى بمرور الوقت علاقتهم تتطور ببعض، وهتبدأ مع الوقت تشوف التطور ده بشكل ملحوظ. كده سعيه المتواصل في انه يكون صداقات غالبا اتحل، بس لسه كونه شخص ابن بيت اخرق
موجود. وهنا هنلاحظ الفرق ما بين انك تحاول تكون صداقه مع حد وما بين انك تحاول تكون الصداقه دي مع اطفال، لان الاطفال في الواقع هيقولوا لك في وشك ليه هم مش بيحبوك، رغم ان الموضوع ده قاسي شويه بس في الحقيقه هو مفيد فشخ لينا، لان لما بيحصل حاجه زي كده بتخلينا بقى ايه نعدل من نفسنا. حاجات قاسيه بيمر بيها الاطفال خليهم يعرفوا ان التصرف الفلاني ده لو عملته مع حد مش هيحبك، لو هزرت هزار معين مع صاحبك مش هيصاحبك تاني، هيقول لك في وشك انه مش بيحبك. مايكل ممرش بالتجربه القاسيه دي في طفولته، فدلوقتي محدش كبير هيقول له انه مش بيحبه، هيحاولوا يعدي الدنيا مثلا او المواقف اللي بيعملها مايكل دي يبلعوها، وده مخليه يكمل في اللي بيعمله وهو مش فاهم ليه هو دايما مهمش. Oh, don't worry. We're all gonna So carpool. Bernie's, huh? We're all going to Bernie's? Oh, sorry. We're not going as a group. It's just a private friend who happens to know all of us from different ways is throwing a private birthday thing. Right. Well, guys, I'd love to go to Bernie's with you, but you know what? I have an office party. Big office party I need to go to. So can't See you get out next of it. week. All Hey, right. Good see job. you later. Nice job, Bill. في المشهد ده مثلا كان ممكن يروح معاهم عادي، بس الحاجات اللي بنت اللي هو بيعملها دي ادت ان هم يهمشوه. He's a very angry midget. Boom! Freeze! Michael Schoon, FBI. You know you did. Boom! 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 Yeah, you thought you could get away with your little ruse, didn't you? Didn't you? Freeze! Boom! 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 I'm not even in the scene. Stop! They're not. Stop! Boom! Okay. Michael, what did you tell him? Nothing. Then why are his hands up? Bill? He told me he couldn't show it to me, but he has a gun. Okay, let's call it a day. Nice job. Good. That's good. Good work to everybody. وكان دايما كده مع كل الناس، وكل الناس بتهمشه لحد ما بدأ يقوي علاقته مع جيم وبام. بدأوا يشاوروا على ان الحاجات اللي انت بتعملها دي مزعجة ما تعملهاش. واحسن جزء في المرحلة دي ان مايكل كان بيسمع الكلام، مش دايما يعني بس في معظم الاوقات كان بيسمع ويتعلم ويتغير. في ظاهرة كده معروفة ان دايما الشخص اللي بيبقى محبط من نفسه وحاسس بالوحدة ونفسه في اتنشن هيميل اكتر انه يبدأ ياخد الاتنشن ده بالعافية. طلبنا للاتنشن والحب بالعافية هيخلي الناس ما تديناش لا حب ولا اتنشن، لحد ما مايكل وقف انه يعمل كده. بدأ يظهر لغيره الكيرينج سايد من شخصيته، ابتدى يظهر حبه للناس رغم انه دايما بيعاند ومش بيحب كده. التغيير اللي حصل ده خلى مايكل يبقى محاط بناس بتحبه ومهتمه بيه وبيكون علاقات كويسه، اللي بدأت بلفتة من جيم وبام وادت في الاخر ان مايكل يبدأ يدرك مشاكله ويعيد ترتيباته في طريقه نظره لحاجات زي الحب والصداقه، والاهم قيمته لنفسه. في اسباب كتير نحب عشانها ذا اوفيس، الضحك، الشخصيات، الستوري لاين، لكن اللي بيتقل العمل ده فعلا التفاصيل الصغيرة، التفاصيل اللي ممكن تلمسك، التفاصيل اللي خلت مايكل يقدر حاجة موظفة عنده عملتها له بعد ما كان عايز يرميها، تفاصيل خلت مايكل يمشي من المكتب في صمت واللي أكيد لو ما كانش مر بالتفاصيل دي كان عمل جنازة، تفاصيل خلت مايكل يعيط من كلام موظف عنه بس وقتها بالحب الحقيقي من موظف عنده، مش موظف بس، هو كان بالنسبة له صديق. I can tell you what a great boss you turned out to be. Best boss I ever had. واللي اكيد قبل التفاصيل دي ما يمر بيها كان رد فعله هيبقى مغاير، مش متخيل قوي رد فعله ساعتها، بس ممكن مثلا تلاقيه بيسخر من اللي بيقوله علشان اللي بيقوله ده يا ابني بديهيات. تفاصيل خلت رد فعله على الرسمة اللي بام عملتها للمكتب من أجمل لحظات المسلسل، واللي أكيد برضو قبل ما يمر بالتفاصيل دي ما كنتش أتوقع رد فعله، كان ممكن مثلا يتريق على الرسمة أو يقطع الرسمة مثلا. التفاصيل اللي زي دي هي اللي خلتنا نحب المسلسل فعلا. أنا هنا مش بحط مقارنة ما بين المسلسل الأمريكي والمسلسل البريطاني، أعتقد إن ده ليه جو وده ليه جو، ولكن مفيش مانع من الاختلاف. ممكن الاختلاف ده الناس تحبه او ما تحبوش، بس الاهم ان انت تحس فعلا باللحظات اللي زي دي او تكون عشت تجربة فعلا وانت بتتفرج على حاجة زي كده وبتحبها. ما تنسوش بس تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للشانل وتفعلوا زرار الجرس. كان معاكم عبده صفوت في صفوت ريفيا. اكتب بقى تصوير فارس اشرف في الحوارات دي؟ ليه يا عم؟ اكتب يا عم خلاص، هرقف بحالك. انا حالك يرثى له والله العظيم. ليه يا عم؟ عشان ما حدش بيجيبني في حاجه يعني؟ ايه؟ عشان ما حدش بيكلمني في حاجه؟ عشان ما حدش مهتم بيا. انا مهتم يا ابن